أهلا بيكم في قناتي عالم السعادة. قصتنا النهاردة عن الفراشة. في أحد الأيام كان في راجل ماشي في الغابة، وهو ماشي لقى شرنقة فراشة فأخدها معاه البيت. وبعد مرور بعض الوقت لاحظ الراجل ده وجود فتحة صغيرة في الشرنقة دي، ولفت انتباهه محاولات الفراشة انها تخرج من الفتحة دي، واللي استمرت لساعات طوال. وفي محاولة منه عشان يساعد الفراشة جاب الراجل ده مقص وقام بتوسيع فتحة الشرنقة، فقدرت الفراشة تخرج بكل سهولة، غير ان جسمها الصغير ده كان مليء بالجروح وكان جناحها ضعيفين جدا. الراجل مفكرش كتير في كده، وقعد منتظر الفراشة دي انها تطير او يكبر جناحها بعد ايام، لكن ده ما حصلش. وعاشت الفراشة المسكينة عاجزة عن الطيران بتزحف في الارجاء بجناحين صغيرين وجسد ضعيف. على الرغم من طيبة الراجل ده في مساعدتها، لكنه مفهمش ان الشرنقة الضيقة دي وصراع الفراشة للخروج منها كان حكمة من الله عز وجل، عشان يقوي جناحيها وتحضر نفسها للطيران مجرد ما تتمكن من الخروج. العبرة المستفادة ايه بقى من قصتنا النهاردة؟ ان العقبات اللي بتواجهنا في حياتنا هي اللي بتقوينا وبتكون شخصيتنا. عشان كده من المهم انك تواجه التحديات في حياتك بنفسك وتتغلب عليها بدون الاعتماد الكامل على الاخرين. وبكده تبقى انتهت قصتنا النهاردة. لو عجبتك دوس لايك واعمل سبسكرايب عشان يوصلك اشعار بكل جديد انا هنزله. استنوني في قصة جديدة. مع السلامة.